صباحكم ورد، صباحكم فل، صباحكم قشطه، صباحكم نادي، صباحكم زي العسل، صباح معطر بذكر الله. بحبكم جدا، ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي، ما تحرمش منكم ابدا 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 ابدا، دايما جنبي وفي ظهري وسندي طول العمر. عايزه اقول لكم على حاجه، ناس كتير جدا كل شويه يعني انا انت فين مختفيه ليه، في ايه اللي عندك، إيه اللي بصوا يا جماعه كل حاجه انا هحكيها لكم بالتفصيل الممل جدا 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 عن قريب يعني. تمام. وبرضو عايزاكم قبل اي حاجه خالص ندعي لاهلنا في غزه وفي فلسطين، ربنا يفك كربهم ويهون عليهم، ويا ريت كلنا يبقى في ايدينا حاجه نقدر نعملها، بس نقدر بالدعاء. بعد اذنكم كلنا ندعي ليهم، ربنا يفك كربهم ويهون ليهم امرهم، ويعدي الايام دي كلها كده على خير عليكم وعلينا وعلى امه محمد جميعا. ودايما نصلي على النبي وزيدي النبي صلاه واستغفري ربنا كتير 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 عشان ربنا يفك علينا كل الهموم وكل الكرب اللي احنا فيه. قبل اي حاجه بقى عايزاكي تصلي على النبي وتزيدي النبي صلاه وتوحدي الله، وتدخلي على شركه يوميات نانا عامله لك عروض وخصومات وتخفيضات جميله جدا 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 لو انت حابه تشتغلي في البيت وتزودي دخلك. هسيب لك رقم الباشمهندس محمد في اول تعليق مثبت، ادخلي كلميه قولوا له ان انت جايه من قناه يوميات نانا وهو يعمل لك الخصومات اللي انت حاباها. كل شويه انت قلتي ان انت بتجددي في اوضه نومك، كل شويه بتجددي في اوضه نومك. طب هي فين التجديد اللي في اوضه نومك يا نانا؟ ايه اللي انت عملتيه وايه اللي انت غيرتيه وجددتيه؟ بصوا انا طالعه لكم بالفيديو ده النهارده علشان انصح كل ست بتشوفني وبتتابعني نصيحه لوجه الله. ما ترميش اي حاجه في بيتك، اللي نفسك تعمليه اعمليه، واللي نفسك تنفذيه نفذيه، والامنيه اللي انت بتتمنيها مش بعيده عن ربنا ولا حاجه، كل حاجه قريبه جدا وكل حاجه تقدري ان انت تعمليها وباقل الاسعار او على قد ما هتقدري هتغيري. انا حابه ان انا يعني اوجه الرساله دي لكل ست بتشوفني وبتتابعني، علشان كل الناس ظروفها الفتره دي صعبه وكل الناس بتمر بظروف مش قوي يعني، بس نقدر نتغلب على كل ده، كلنا نتغلب على كل ده في حاجه واحده، بالصبر. الصبر، اصبري. انا كان نفسي في اوضه نوم فاتحه لونها ابيض، حاجه مثلا عسلي، حاجات فاتحه كده، فواتح بصراحه. جيت علشان اودي الدولاب اللي انتوا شايفينه ده قدامكم اهو، الدولاب ده يا جماعه، جيت علشان اوديه لحد يعملهولي ورشه يعني تعملهولي لون، قال لي عايز 6500. طب 6500 في ايه وانا واحده مثلا في الفتره دي في مدارس، في دروس، في كلنا ستات بيوت وكلنا عندنا نفس هذا الرجل. تمام. قلت لا، انا هبدا في اوضه نومي بتغيير. انا عملت 3 حاجات غيرتهم وعدلتهم في اوضه النوم بتاعتي، غيرت السرير بتاعي وعدلت في السراحه وعدلت في الدولاب، عملته من جوه الدولاب دريسنج، عملته دريسنج. ليه بقى؟ دي اول مرحله في الدولاب بتاع اوضه النوم ان انا عملته دريسنج. ازاي يا نانا؟ تعالي وانا اوريكي. عملته دريسنج ودي اول مرحله، ركزي. تعالي بصي، اول حاجه كده خليكم معايا، المخده اللي احمد ابني حاططها لي في الدولاب دي مش عارفه والله العظيم اروح منك فين يا احمد. بصوا يا جماعه، ده مبدئيا كده الدولاب بتاعي انا، دي الشنط حطاها هنا في شماعه علشان مش لاقيه ليها مكان. بصوا هنا الجزء ده اللي انتوا شايفينه ده، هنا ده كان كله على بعضه. عملت هنا خشبه حاجز يعني، فيما معناه ان هو كده رف يعني. عملت واحد زي ده هوريكم دلوقتي، قسمتهم 2. كان الاول كل ده مع بعضه فقسمت 2. دلوقتي بقى عندي المساحه حلوه جدا ومتوفره، وحاطه حاجتي كلها زي ما انتوا شايفين كده مكفيه وموفيه قشطه. تعالي بقى لفوق
اهو ده الدريسنج اللي انا قصدي عليه. بصي خليكي معايا اهو، ده كان الاول برضو القطعتين دي ودي ما كانتش موجودة، يعني دي ودي ودي ما كانتش موجودة. اللي كان موجود اللي هي كلها مفتوحة على بعضيها، يعني كل ده كان فاضي. انتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ كل ده كان فاضي. جات لي الفكرة، قلت يا بنتي ان انا فكري واظبطي كده دماغك، وحاولي ان انت تعدلي شويه وتاخدي تستفادي بالمساحه الكبيره اللي جوه الدولاب عندك ومش مستفاده بيها. استفاد بيها ازاي؟ استفدتي بيها زي ما انت شايفه كده، نظام دريسنج جوه الدولاب، ودولاب عادي جدا وبظرف. دي المرحله الاولى، عايزين نركز ان دي المرحله الاولى، ولو انت جدعه فكري كده انا بفكر في ايه في المرحله الثانيه. تعالي بصي بقى الضرفة التانية زي ما انتي شايفة برضو اهي برضو دريسنج. عملت يبقى الضرفة دي دريسنج، والضرفة دي كمان اهي عملتها دريسنج. دي حاطة فيها هدوم احمد، تمام، الجزء ده كده هدوم احمد، وكده دي هدومي الخروج اهي، هدومي الخروج، والناحية التانية برضو ودي الدفايات. وبرده هنا عملت رفين اهو، شايفين؟ هنا برضو كانت المساحه دي كلها سداح مداح مع بعضيها يا عم احمد، مش مستفاده منها باي حاجه. عملت هنا اهو ادي رف، بقى قسمت بين هنا وهنا بحيث ان انا لما احتاج حاجه اخدها. تعالي دي بقى مش محتاجه حاجه خالص طبعا، دي برضو هدوم ليا اهي، تمام، ما عملتش فيها حاجه، قشطه. يبقى انا عملت الدولاب بتاعي نظام دريسنج من جوه، بحيث ان انا الحاجه اللي عندي مش يعني ما تبقاش كلها على بعضها كده مكدسه يعني على بعضها، لا قسمتها وعملت لكل حاجه يعني كورنر كده محطوط فيه، بحيث ان كده يبقى دريسنج جوه الدولاب. ودي اول مرحله في الدولاب وتعديله، وانا اللي حبيت اعمل كده من تفكيري انا، ما دخلتش على اي موقع ولا دخلت على اي حاجه خالص، انا من تفكيري من دماغي الذريه. دماغي دي لما بتفكر احب الكركديه، مش عايزه اقول لكم. تعالوا بقى اللون، هقول لكم هنعمل اللون ازاي. بصوا يا جماعه، انا دايما وابدا بشوف قنوات كتير بتغير اللون بتاع الخشب بتاعها، تمام. على فكره الاوضه لسه فيها حاجات لسه ما ظبطتهاش وما روقتش وما عدلتش، بس انا واحده واحده ان شاء الله هعمل كل حاجه، عشان بس الفتره اللي فاتت دي كنت تعبانه شويه وبمر شويه مشاكل صحيه مش اكتر من كده، لكن انا زي الفل الحمد لله. اللون ده انا اللي هغيره وانا اللي هعمله بايدي انا، قشطه قشطه. تعالي بقى نشوف هنا ايه اللي انا عملته. برضو الاوضه انا ما روقتهاش، صحيت من النوم ما روقتش وما عملتش اي حاجه، بحيث ان انا اشرح لكم ايه اللي في الاوضه بس، تمام. شفت حتى من الدولاب صح؟ هنا بص من السرير ولا ايه، هنا جبت 2 اباجوره كده زي ما انتم شايفين اهو. طبعا اللون الاسود ده سيء جدا، بس للاسف بقى دي واحده والتانية. حطيت كومود هنا، والتربو ده انا بحتاجه 3 ادراج، دول بحط فيهم حاجات خاصه كده، تمام، حلو كده. ودي الشنطه بتاعتي انا بحطها هنا كده، خليها هنا. ودي حاجات يا جماعه بتاعت شتوي، حطيتها هنا وغطيتها زي ما انتم شايفين كده، بحيث ان هي تبقى قريبه من ايدي. انا طبعا مش شقتي فانا محكمه ان انا احط فيها حاجات يعني، تمام. تعالي بقى شوفي السرير اهو، يا رب بس يكون عجبكم ونار رضاكم كده. قولوا لي رايكم فيه ايه بالله عليكم. ادي السرير، بصي يا ستي، عملت
السرير من هنا. انا هنا زهرة ولا ايه يا بنتي يا زهرة؟ بصوا بقى، عملته تبطين مش كابوتونيه، عايزاكم تركزوا. يعني ده مش كابوتونيه يا جماعه، ده ايه؟ مش كابوتونيه، تمام؟ ده كمبيوتر، عملته كمبيوتر. يعني كل قطعه من القطع اللي انتوا شايفينها قدامكم دي معموله بخشب اساسا، بلوح خشب. كل رسمه وكل قطعه معموله من هنا، معموله كده. وهقرب لك دلوقتي الكاميرا ليها بقطعه خشب. انا اخترت برضو الحكايه دي لان انا شفتها في حته فكره السرير، شفتها في مواقع اجنبيه كتير، اللي هي يعني حاجات جديده، يعني ستايلش جديد. حبيت ان انا اغير. بدات بالسرير، اتكلف معايا 2500، تمام؟ جبته كله كابوتونيه داير ما يدور تحت وهنا ودي، بحيث ان انا ابقى بدأت خطوة وبرضو استنى شوية علشان اكمل الخطوة التانية. اللي هو ايه بقى؟ يعني انا غيرت الدولاب، عملته دريسنج من جوه ولسه هغير فيه، بس انا اللي هغير، مش هودي لحد تاني يشتغل لي فيه 6500 و7000. انا بسمع اسعار يا جدعان ليه كده؟ المهم نوع القماش اللي هو بينفع يتغسل قطيفة، تمام؟ اخترت الشكل ده، يا رب بس يكون عاجبكم وينور رضاكم. اللون ده بيليق على اي اطقم سراير واي فرش في الارض. حبيت مقيدش نفسي لان انا ست عندي زي ما انتوا شفتوا بسم الله ما شاء الله كده اطقم سراير كتير ودفايات كتير، الحمد لله ولله الحمد، بحمد ربنا. عندي حاجات كتير الحمد لله، فحابه ان انا استغلها واوفقها هنا واظبط حالي، تمام؟ تمام اهو. تعالوا اوريه لكم من على قرب اهو يا جماعه، كده زي ما انتوا شايفين اهو. ده كده من قريب اهو. بالله عليكم تقولوا لي رايكم ايه في الكومنت اهو. عملته بقى نفس الخامه. بصي اللون اللي هو بيروح ويجي كده ده وبيتغسل. بصراحه بجد حاسه ان انا عروسه جديده والله العظيم، بامانه وبما يرضي الله. تعالي بقى السراحه بتاعتي، هقولك ايه اللي انا عملته فيها. دي الجواكت شتوي بتاعتي، فرو كده ورواب شتوي برضو، مش لاقيه لها مكان بصراحه، بسم الله ما شاء الله الهدوم كتير، فحطيتها هنا ورا الباب. وهوريكي حاجه، خليكي معايا ثواني. النهارده انا ناويه اعمل لكم الفيديو لايف كده فاني، بحيث ان انتم ما تبقوش محبطين ولا متضايقين. بصي الطرحه دي انا بغطي بيها هنا عشان ما يبقوش متسخين. يعني كده كده هعمل معاكم روتين. اول روتين في اوضه النوم الجديده بتاعتي، اوضه نوم العروسه يا جماعه، العروسه. بصوا، طول ما انتي عايشه خليكي عروسه، طول ما انتي متجدده متألقه في نفسك خليكي عروسه جديده في كل وقت. ليه ما تبقيش عروسه في كل 5 دقايق يعدوا عليكي؟ ليه تعجزي نفسك؟ ليه يبقى عندك يأس؟ تفائلي بالخير تجديه. كان نفسي قوي 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 من 3 4 5 6 7 سنين ان انا اجيب اوضه نوم كابوتونيه ولونها فاتح. لان بصوا يا جماعه، نصيحه لله، كل عروسه بتشوفني وبتتابعني او ست بيت، اللون الغامق بيديكي احباط، طاقه سلبيه غير عاديه. انا لما بدات اغير وافتح في حاجات معينه في البيت حسيت بطاقه ايجابيه، لكن اللون الغامق طاقه سلبيه. بدات بالسرير، وان شاء الله ان شاء الله هكمل الدولاب وهكمل السراحه وهكمل ال2 كومود. حطيت السرير في النص زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. اول ما بفتح الباب بيكون في الوش طبعا وكل حاجه. انا ما عنديش حد غريب، انا عايشه انا واولادي لوحدنا، ما عنديش حد هيدخل عليا اوضه نومي او هيبقى يشوفني وانا هنا نايمه. انا محدش بيدخل بيتي دي اساسا نهائي. انا مأجره هنا بقالي 3 سنين. 3 سنين دول مفيش بني ادم ولا حد قريب ولا غريب دخل بيتي، فبالتالي انا عايشه حياتي في المكان براحتي يعني. تمام. ده بس لو حد قال لي هيبقى السرير في وش الباب،
بالنسبه لي مش فارق كتير، دي اوضتي وبقفلها على نفسي وولادي اللي موجودين معايا. فاستفدت برضو، حطيت هنا مسامير كده زي ما انتم شايفين، وحطيت فيها الحاجات دي اللي انا مش لاقيه لها مكان. تمام، عشان بس محدش يقول طب ما تحطيها في الدولاب ومش في الدولاب. انا هوريكم الدولاب بالتفصيل بالظبط قوي دلوقتي، هتشوفوا ان انا عندي حق ومفيش مكان. تعالي بقى بصي ل الكومود السراحه بتاعتي اهي، حاجه بسيطه خالص ووريتك كل حاجه بالتفصيل الممل. بصي يا سكر، دي السراحه بتاعتي. تمام، دي هدوم انا كنت غسلاها اهي، دي هدوم كنت غسلاها لسه لماها حطيتها هنا، ودي هدوم برضو غسلاها وحطيتها هنا. هقول لكم انا كان المفروض ان انا هجيب السرير هنا، احط السرير هنا. هقرب لكم دلوقتي بالكاميرا هتشوفوا المكان ده بايظ كله تقريبا. هنا في الجزء ده في الشقه اللي جنبنا فيها حمام، الجزء ده فيه حمام في الشقه اللي جنبنا، فمبوظه هنا. تمام، ما علينا، ربنا يسهل الحال. السراحه بتاعتي دي كان المفروض تحتيها 2 كومود شايلينها، اللي هي اساسا سراحه كده تفصيلتها كده. تمام، ودي برضو حاجات لسه هرصوها في الدواليب، لان انا لسه مظبطه الاوضه بقاليش فتره قريبه يعني. و انا حابه ان هي تبقى معلقه، حطيتها زي ما انتم شايفين كده. جبت طبعا نجار، بس ده هو اللي عمل لي الدريسنج على فكره. النجار ده هو اللي عمل لي الدريسنج بتاع الدولاب، بس نجار ذري، دماغه ذريه يعني. انا يا دوب شرحت له بس كده بالبق كده، لقيته مسك ورقه وقلم منفذ. انتوا فاهمين ازاي؟ فدماغه دي شغاله وحاضره، بسم الله ما شاء الله. المعلم علي ده شخصيه محترمه جدا جدا جدا، ونجار محترم قوي 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 قوي، وحاجته بيعملها بضمير عكس ناس كتير جربتهم يعني. طبعا جاب لي هيلتي، ولازم هيلتي علشان تثبتي اكتر المرايه بتاعتك، عشان مهما تكون المرايه بتبقى تقيله. قشطه، علقها لي في السراحه زي ما انتم شايفين كده اهو زي ما انتم شايفين. وبقى تحتيها مساحه فاضيه، تحت بقت مساحه فاضيه. خلاص، يبقى انا كده تحت استفدت بتحت بالمساحه الفاضيه، وهنا مساحه برضو فاضيه اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. تعالي بقى انا همسك الكاميرا عشان اوريكي كل حاجه بالتفصيل من قريب. دي الشماعه بتاعتي فيها الكارديجانات بتاعتي كلها. ده الشتوي بتاعي اهو، بسم الله ما شاء الله. دي عبايات التصوير، انا عمري ما كنت بلبس عبايات في البيت اساسا. دي عبايات تصوير، دي ترنجات ودفايات. دي عبايات تصوير برضو، يبقى الجزء ده عبايات تصوير، الجزء ده دفايات وترنجات، الجزء اللي فوق عبايات تصوير. ده شتوي اللي فات ده. هنا دريسنج فوق، اطقم سراير بيضة فواتح يعني، ودي فوط التانية شايلها لان ملهاش لازمة. ودي اطقم سراير، دي شوية هدوم ليا صيفي بسيطة كده مع الشنطتين. دي اطقم سراير، تحت برضو اطقم سراير، مصليات، وشنطتين بتوعي. هنا هدوم احمد، هي مش كتيرة بس ان شاء الله هجيب له باذن الله. ودي هدوم ليا، ودي ده لحاف، ودول دفايات، وتحت دفايات. انا الهدوم بسم الله ما شاء الله يا جماعه كتيره، فمببقاش عارفه انظم اكتر من كده بصراحه. انا كويس قوي ان انا عملت الاوضه دي. وهنا بعض هدوم احمد شتوي، وطبعا هنا بيجامات وبرمودات ودفايات، وهنا برضو حاجات بيتي. تمام، نيجي هنا بقى كده. ده الكومود اهو، ثواني. ده الكومود وعليه الاباجوره، وده السرير. بصوا عاملهولي من تحت، بصي كابوتينيه برضو متبطن قصدي
اهو بصي كده داير ما يدور اهو كله كده متبطن. وده كده السرير حطيته في النص، وادي الكومود التاني اهو، وده زي ما انتوا شايفين السريحة. تمام، يبقى كده عندي هنا الأوضة تعتبر واسعة جدا اهو يا جماعة. ده زي ما انتوا شايفين اهي بقت معلقة كده، ما تضايقنيش. تحت واسع اهو فاضي، حاطه فيه حاجات كمان تحت اهي، وكده المكان ده كله كده فاضي. ده لسه هعمل له حاجه هنا عشان اعلقه هنا، والكرسي بقى هشيل الهدوم واشيل الحاجات دي بس في الروتين معاكم بس. وزي ما انتوا شايفين كده يا رب بس ايه يانا يكون اوضه النوم بتاعتي بتاعت العروسه الجديده حلوه وعجبتكم ونالت رضاكم. واشوفكم يا رب كده في فيديوهات جايه كتير كتير كتير. واوعي تيأسي، اوعي تيأسي، واوعي تزعلي، واوعي تحبطي. دبري نفسك ووفري، ولو هتحطي كل يوم 10 جنيه 20 جنيه شيليهم على جنب، وهتعملي كل اللي نفسك فيه واللي انت حابه تعمليه بدماغك انت نفذيه. صدقيني كل حاجه، كل واحد بيحلم وبيتمنى في حياته حاجات كتير ربنا هيحققها لك، لو مش دلوقتي هيبقى قدام شويه، بس الصبر. ده الفيديو بتاعي النهارده، لو عجبك ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب. طولت عليكم وانا اسفه، حقكم عليا. ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب. ما تنسوش اخواتنا في غزه، و انا مش عارفه اقول ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، دول بقوا كتار قوي، غزه وسوريا وفلسطين. انا ما بقتش عارفه اقول ايه ولا ايه. ادعوا لهم كلهم يا جماعه، احنا ما نملكش حاجه غير ان احنا ندعي ونقف مع بعض ونتحد مع بعض، كلنا نبقى ايد واحده في الدعاء. اشوفكم في فيديو جديد، واقول لكم لايك وشير وسبسكرايب في القناه. انتظروا بقى فيديو الروتين بتاع الاوضه بتاعه العروسه الجديده الفيديو الجاي.